رأيكم يهمني أكيد، واكتبوا لي إيه رأيكم في الكومنتات يا حلوين في طاجن ورق العنب مع اللحمة. ده خطير إن شاء الله هينول إعجابكم بتركات سهلة وبسيطة. هتعملوا معايا أحلى ورق عنب يستحق فعلا منكم التجربة. وقطعة اللحمة مستوية ودايبة دوب زي ما انتم شايفين بطريقة سهلة وبسيطة. والمحشي مش عاوزة أقول لكم طعمه خطير، وخصوصا لمحبين ورق العنب. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صينية على النار، هنزل بشوية زيت كده يكونوا حلوين. تقدري تستخدمي ميكس ما بين الزيت والسمنه اللي انت حباه في الماده الدهنيه. اول السمنه ما تبدا تسخن معايا، حاجه حلوه قوي هتفرق معاكي لما تيجي تشوحي اللحوم في العموم. كام فص كده من المستكه هيدوبوا معاكي. ليه بقى المستكه انا استخدمتها؟ علشان لو هتستخدمي لحوم، حتى لو هتستخدمي فراخ او لحمه زي ما انتم شايفين معايا، شوحيها كده بالمستكه بتبقى خطيره ريحتها. بس برضو ما تكتريش زياده عن اللزوم. انا استخدمت كام فص كده زي ما شفتوا معايا. نار طبعا عاليه خالص علشان اللحمه ما تخرجش السوائل اللي فيها، مع رشه فلفل اسود بسيطه ورشه جوز الطيب. الفلفل الاسود علشان زفاره اللحوم في العموم. تبداي كده على الناحيتين، ما بتاخدش معاكي حرفيا 5 دقايق وبتبقى اخدت لون. علشان زي ما احنا متفقين النار عاليه فما بتنزلش السوائل اللي فيها. على الناحيتين عطيتها رشه فلفل اسود بسيطه وجوز الهند برضو حاجات بسيطه. تبداي اخدت اللون ما شاء الله حرفيا كده، وتقدري تحطيها كده على سيفها لو حباها كمان تاخد اللون من جميع الاتجاهات وانت واقفه جنب الحاجه كده علشان ما تتحرقش معاكي يا حلوين. ببدا بقى اخرجها في نفس الصينيه او الطاسه اللي انت مستخدماها بس على طول مباشر علشان الزيت ما يتحرقش معاكي. وبعد كده نزلت بقطعه سمنه، يعني انا ما استنيتش ان انا انزل بالسمنه الاول، نزلت بالبصل وبعد كده قطعه السمنه علشان الزيت ما يتحرقش معايا. بصلتين مفرومين ناعم، 3 4 فصوص من الثوم المفرومين. ابدأي كده خلي البصلة والتومة كده أول ما تشم ريحتهم ياخدوا معاكي اللون الذهبي الفاتح زي ما انت شايفة كده، مع التقليب المستمر علشان البصل كله ياخد لون موحد زي بعضه. هنا بهاراتي ال7 بهارات: فلفل اسود، كزبرة ناشفة، وانا خلطة معاها كمون واحهم ثانية واحدة. وهنزل بهريسة الشطة دي اختيارية، نزلت بحاجات بسيطة من هريسة الشطة علشان هي سبايسي، انا حابة تكون سبايسي معايا. ما عندكيش هريسة الشطة تقدري تقطعي قرن فلفل بلدي. هبدأ كده أديها التشويحة. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي، أنا مش عاملة كمية كتيرة من المحشي، أنا عاملة كوباية رز. الطماطم بتاعتي دايما بقول علشان تثبت معاكي على طول وما تاخدش وقت وتبقى كده طماطم مركزة، ارفعيها. أي كمية طماطم هتستخدميها ارفعيها بكوباية مية على النار لمدة مثلا 10 دقايق أو ربع ساعة، وتسيبها تغلي. ولما تبرد اضربها في الخلاط وصفيها، بيبقى القوام التقيل بتاعها ده كده. ظبطت الملح بتاعي، ما بتاخدش معاكي في العموم لما بتعملي الطماطم بالطريقة دي لأي خضار بتعمليه ما بتاخد، بتبقى جاهزه كده مش سبيكه معاكي. شايفين معايا اخدت طبعا معلقتين من التسبيكه دي، هقول لكم دلوقتي هعمل بيهم ايه. هشيلهم على جنب. على فكره لون الصلصه بتاعتي حمراء، بس الاضاءه هي اللي زي ما انتم شايفينها كده مفتحاها معايا. هبدا طبعا خلاص، شايفين اتاكدي ان هي اتسبكت من الفقاعات اللي انتم شايفينها وبتبقى ما فيهاش خلاص ميه. طبعا الرز انا كنت غسلاه كوبايه الرز ومصفياها تماما لمده 5 دقائق في مصفى كده، وترفعيها على حاجه. اول ما بنزل برز بطفي النار، بقلبها كده. اهم حاجه عندي الرز ما يبقاش فيه ميه علشان المحشي ما يطلعش معاكي معجن. الخضره بقى اللي انت حابه تستخدميها، انا استخدمت كزبره وشبت، حاجات بسيطه برده من الخضره. زي ما قلت لكم انا ما استخدمتش كميه كتيره من المحشي، لو حطيتوا خضره زياده عن اللزوم هتبقى كلها خضره معاكي. يعني خير الامور الوسط كده. الخضار بقى اللي احطه في الطاجن معايا، حتى لو حابه تسويها في حله بنفس الطريقه، يعني ممكن ما تسويهاش في طاجن وتعمليها في حله على البوتاجاز. مش متوفر عندك طاجن وحابه تعمليها في صينيه في الفرن، عادي برده. فلفل بلدي لو عندك، فلفل رومي، جزرايه بس حاولي الجزر تقطعيه رقيق علشان يستوي معاكي. بصلايه، طماطمايه، شريحتين دلوقتي من الليمون. كل الخضار ده بيبقى طعمه خطير لما بتحطيه مع المحشي. طبعا خرجي البذر اللي بيبقى موجود في الليمون. الطاجن بتاعي لما بسوي فيه اي حاجه في العموم بحب ادهنه كده دهنه زيت او سمنه. ليه بقى؟ ما بتخليش الخضار او المحشي اللي هتسويه فيه ما يلزقش معاكي. حتى لو بعمل رز معمر بحب برضه احط شويه زيت او سمنه زي ما اتفقنا، اي حاجه من الماده الدهنيه بتخلي الحاجه ما تلزقش في الطاجن وبتاخد لون حلو قوي معاكي. هنا طبعا هتشوفوا لما هقلب الطاجن دلوقتي دي كده بتساعدك ان هو ما يلزقش معاكي. البصل، الجزر، حاجات بسيطه من الخضار زي ما انتم شايفين معايا. وهبدا طبعا علشان البصل ما يعملش ريحه معاكي ولا حاجه، هنزل بمعلقتين من الزيت ورشه فلفل اسود على يعني ما تلف المحشي وكده ما يعملش معاكي اي ريحه. نزلت بالعيدان بتاعه الكزبره والشبت اللي انا شلتها، فرمتها ناعم وعطيت رشه كده على الخضار، بتبقى برضه ريحتها وطعمها حلو. ورق العنب افضل حاجه
علشان تلف عليها ورق العنب تجيبي طبق زي كده، وتبدأي بمعلقة صغيرة علشان تحددي صوابع المحشي كلها تبقى موحدة، مش صبع كبير وصبع صغير، لا المعلقة إن كنت هتحطي نصها هتحطي تلتها هتحطها مليانة بنفس الطريقة كل مرة. ورق العنب زي ما انتم شايفين الناحية اللي هي الخشنة بتبقى لجوه، بتلاقي ناحية خشنة وناحية ناعمة، الناعمة بتبقى لبره. بطريقة سهلة وبسيطة خالص، بتحطي كمية الرز زي ما اتفقنا وبتجيبي الطرفين على بعض وتبدأي تبرمي، وانت بتبرمي اضغطي شوية علشان الصباع المحشي ما يتفككش معاكي، فاهمين قصدي؟ بنفس الطريقة هلف داير ما يدور كده. طبعا انا حطيت قطع اللحمة في النص اللي انا مشوحاها معاكم، هنا بقول لكم هلف داير ما يدور، وبعد كده هتشوفوا معايا دلوقتي هحاول اقرب لكم اكتر، وخصوصا البنات المبتدئة اللي لسه اول مرة تعمل ورق العنب. الطريقة دي سهلة وبسيطة خالص، متهيألي مفيش اسهل من كده. كمية الرز زي ما اتفقنا هتجيبي الطرفين على بعض وبعد كده بتبرمي وتضغطي، اتقفل معاكي صباع المحشي كده مية مية، ولا يتفكك ولا يخرج منه رز. وانتي بتعملي بالمعلقة ايديكي ما بتتبهدلش ولا بتبهدل صباع المحشي، يبقى عليه رز من بره كده وشكله مش لطيف. هنا كوباية الرز استخدمت لها كوباية من المية غليتها على النار، وحطيت عليها معلقتين من الصلصة اللي انا كنت شفتهم معايا، وظبطت الملح بتاعي. هبدأ بقى كده انا استخدمت لكوبايه الرز كوبايه ميه زي ما اتفقنا. هتقولي لي اللحمه هتستوي ازاي؟ هقول لك هتستوي والخضار هينزل ميته وهيستوي، ما تزوديش عن كده علشان المحشي بتاعك يطلع مفلفل ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين معايا. ومهم جدا تكوني مسخنه فرنك علشان اول ما يدخل الفرن على طول يغلى معاكي، ما يقعدش بقى ياخد لسه سخونيه الفرن والكلام من ده. والميه اللي هي المغليه اللي انا نزلت بيها بتساعدك ان هو يغلي معاكي على طول. هنزل بقى بمعلقه سمنه بتخليه برده بيلمح كده معاك وبياخد طعم السمنه بيبقى حلو قوي. هبدا اقفله بورق الفويل كويس علشان ما يخرجش اي بخار، علشان يستوي كويس معاكي. اول ما بيشرب زي المحشي العادي خالص، انت بتخلي درجه حراره الفرن اعلى حاجه، هيشرب معاكي مثلا في تلت ساعه. بدايه هدي النار خالص، هياخد معاكي في الفرن مثلا من ساعه لساعه وربع على نار هاديه خالص. او لو حابه تحطيه برده على الشبكه وتخلي درجه الحراره ل 180 وتخليه في الشبكه علشان يتلدم معاكي ويستوي كده كويس، وتدوقي كده صباع من المحشي وتلاقيه استوى معاكي. وتعملي كده بنغزه في اللحمه، تدخلي السكينه كده، لو السكينه دخلت معاكي بسهوله في قطع اللحمه هتحسي بيها تبقى استوت معاكي حرفيا كده. هيطلع احلى طاجن ورق عنب، وتقدري تستبدلي ورق العنب بالكرنب عادي اللي انت حباه بقى. ما شاء الله اللهم بارك. اللحمه كانت مستويه معايا، لان انا برضو قطعه اللحمه ما كانتش سميكه قوي، حاولي تخليها رقيقه. في ناس بتسلق اللحمه مثلا تلتين سوا قبل ما تحطها في المحشي، لا على فكره هي استوت معايا صدقوني. ممكن برضو بتختلف من قطعه لحمه لقطعه تانية. لو عجبكم الفيديو لايك وشير يا حلوين. كنت معاكم فاتن الجندي، مع السلامه.